والسؤال المهم جدا دلوقتي هو ليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيعمل كل ده مع السودان؟ يعني النهارده كان رئيس الوزراء السوداني التابع للبرهان في مصر. ما هو اصل السودان يعني فيها اتنين كل واحد عامل له وزاره، حميدتي والبرهان. فكان هنا في مصر وكان مجتمع مع الرئيس، والرئيس كان مصمم ومهتم جدا بوحدة السودان واستقرار السودان ودعم كامل للسودان. طيب هو ليه مصر مهتمة كده قوي بالسودان؟ وليه كل شوية حميدتي يطلع يقول ان في طيران مجهول بيضرب فيهم واحنا كلنا عارفين مين هو الطيران المجهول؟ هو في ايه في السودان مخلي الرئيس السيسي مهتم قوي كده بالسودان؟ الجواب هو في حالة فوز الدعم السريع ده معناه انتصار لحاجتين، انتصار لأثيوبيا وانتصار لإسرائيل أو للصهاينة، لأن حميدتي معروف انتماءاته واهتماماته لده وده. طيب لو هم اللي فازوا في السودان ولو هم اللي مسكوا البلد، يعني على كده لو الدعم السريع هو اللي كسب الحرب في السودان وهو اللي سيطر على البلد وهو اللي مسك الحكم، معناها ان انت اسرائيل هتبقى عندك في الجنوب كمان، زي ما هي موجودة في الشمال الشرقي هتبقى موجودة في الجنوب. واهتمام حميدتي الاول او الثاني لاثيوبيا، واحنا بيننا وبين اثيوبيا مصانع الحداد، يبقى الدعم السريع في السودان تحت في الحرب بينه وبين حميدتي ما ينفعش انه يكسب، ومصر بتخش في الموضوع ده بشكل كبير جدا. اهتمام مصر بالسودان غير اهتمامها بليبيا، لان نفس الحال في ليبيا في برضه فئتين كل واحد مختلف فيهم، واحنا برضه ما بنتدخلش. طب ليه بنتدخل في السودان؟ لان لو احنا ما اتدخلناش تاني يوم اسرائيل هتبقى تحت في الجنوب.